حكيم زياش أو السحر المغربي هكا كيلقبوه. في خطوة مفاجئة وتصعيدية قرر أنه يمسح جميع المتعلقات ديالو والصور اللي كتجمعو بالمنتخب. العديد من الناس ما فهموش سبب هذا التصرف، وكل واحد غادي يفسرها بالطريقة اللي كتعجبه أو الطريقة اللي كيظن بها أنه السبب الحقيقي، خصوصا أنه جاء مع المباراة ديال المنتخب المغربي أمام إفريقيا الوسطى. اتصالا بالقضية، فزياش كان من قبل خلق واحد ضجة كبيرة بواحد المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي تيلوم فيه الحكومة المغربية وكيتهمها بأنها كتدعم الإبادة الجماعية في غزة، وقالوا أنه من بعد الضغط قام بحذف هذاك المنشور. سبب غياب زياش على المنتخب في المباراتين اللي فاتوا مع افريقيا الوسطى كانت بسبب الاصابه بحال ابراهيم دياز، خصوصا ان مدرب غالاتا سراي قال بان زياش كان مصاب وعاد رجع للتدريب الجماعيه مع الفريق. يمكن كاين شي اشياء في الكواليس حنا ما عارفينهاش، لانه باين باللي كاينه شي حاجه ناقصه باش توضح الصوره مزيان. الشيء الوحيد اللي نقدر نلوم عليه زياش هو حذف الصور، لانه هذا كان عنده علاقه مباشره مع الجمهور المغربي، الجمهور اللي وقف معاه ووقف ضد خليلوزيتش اللي كان جرى عليه من المنتخب، ووصل بالامر بان خليلوزيتش سب الجمهور وسط الملعب ببساطه لانهم شافوا ولد بلادهم تحقر وما رضاوهاش على راسهم. كنت كنتمنى ان نهايه زياش مع المنتخب تكون احسن من هكا، وتسالي على الاقل بلقب كاس افريقيا المنظمه في المغرب، ويتوج المسيرة ديالو مع المنتخب المليئة بالصراعات المليئة بالصدمات والأفراح حتى هي، لكن للأسف تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن.